السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله كفتة الحاتي بكل اسرارها وتفاصيلها، وهنعمل كمان الرز بالبسمتي اللي بنشوفه في المطاعم، هنعمله بطريقة سهلة جدا. تابع معايا الفيديو للآخر وان شاء الله يعجبك الفيديو. بس يا ريت لو اول مرة بتشوفيني تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة كده المقادير بتاعتنا: معايا لحمة مفرومة، معايا بقدونس ورق بس، ومعايا بصل مبشور حوالي بصلتين متوسطين، ومعايا حوالي 100 جرام من اللي هي الضاني. والبهارات بقى بتاعتي: معايا معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعايا معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من 7 بهارات، ومعايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف عشان يخلي الكفتة هشة معايا. هبدأ كده في الأول أحط ورق البقدونس ده على اللحمة المفرومة. أنا معايا كده كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة. أحسن بقى قطعية تعملي منها الكفتة تعمليها من لحمة الرقبة، يعني تقولي للجزار أنا عايزة لحمة رقبة، دي أحسن قطعية وما بتفكش أبدا من على السيخ. زي ما اتفقنا البهارات اللي معايا فلفل اسود و7 بهارات وملح عشان انا عايزه احس بطعم الكفته، مش بحط لها بهارات كتير. هبدأ بقى احط معلقة كبيرة كده من الكيك شيف زي ما اتفقنا، معلقة كبيرة ممسوحة، دي بتخلي الكفتة هشة جدا معايا. بعد كده هبدأ بقى اجيب البصل المبشور معايا وهبدأ كده اعصره كويس قوي. انا هاخد بس معايا التفل بتاع البصل، مش محتاجة البصل بميته عشان ما يفكش الكفتة معايا. زي ما انتوا شايفين هعصره كويس قوي من المية بتاعته وابدأ اضيفه كده على الكفتة. اخدت التفل بس معايا والميه ما رميتهاش، هسيبها دلوقتي وهقول لكم هنعمل بيها ايه. بعد كده هبدا بقى اعجن الكفته دي كويس قوي، يعني زي ما انتوا شايفين كده هقلبها الاول وبعد كده هبدا اعجن فيها. انا عايزاها تختلط ببعضها وتمتزج، ولو حابه تاخديها كده لفه في الكبه عادي زي ما انتوا شايفين، لحد ما تبقى معايا مشبكه كده وعامله زي الخيط معايا كده، هي بقت تمام. بعد كده هجيب كده صينية وهحط فيها ورقة سيلفر كده واقفلها عليها كويس قوي. انا النهاردة هشويها في الفرن، تقدري طبعا تعملي نفس الخطوات وتشويها على الفحم على طول. معايا كده مية البصل اللي احنا اتكلمنا عليها، هبدأ اجيبها كده وحطيت فيها معلقة واحدة بس من الصلصة ورشة فلفل اسود، وحطيت فيها معلقتين كده من الزيت، وهبدأ كده معايا عصاية من بتاعة السوشي او الشيش طاووق، وهبل ايدي كده الاول وامسح العصايه، وبعد كده هبدأ كده اخد حتة من الكفتة وابدأ كده افردها، وبعد كده هعمل فيها قرصة كده بالصبعين دول زي ما انتوا شايفين كده عشان تطلع زي اللي احنا بنشوفها بالظبط بتاعة الحاتي. وبعد كده هبدأ اسحبها وافردها تاني زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هجيب بقى عندي المسن بتاع السكاكين ده، طبعا موجود عندنا في كل بيت، وهبدأ كده برضو اعمله زي ما عملت في الخلة بتاعه السوشي. هبدأ كده اصبع عليه زي ما انتوا شايفين، ودي احسن حاجة على فكرة وانسب حاجة تعملي فيها لانها بتعمل فراغ جامد في النص وبتخلي الكفتة معاكي مفرغة. هعمل كده على طول وهسحب، هعملهم بقى كلهم كده بنفس الطريقة، يعني اي حاجة عندك تقدري تصبعي عليها زي ما انتوا شايفين كده. الفراغ اللي في النص اللي في الكفتة ده انسب حاجة ممكن تعمليها بمسن السكاكين يعني لو متوفر. انا كده خلاص خلصت الكمية كلها اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ادخلها على فرن انا مشغلاه بقاله حوالي 10 دقايق، والفرن شغال من فوق ومن تحت، مش هتاخد غير ربع ساعة بس في الفرن عشان نعمل بقى الرز البسمتي. هبدأ كده اجيب حلة على النار واحط فيها شوية كده من الزيت وهسيبهم يسخنوا كويس قوي. بالنسبة للرز البسمتي ده النوع اللي انا استخدمته، هو رز بيكون لونه ذهبي ذهبي زي ما انتوا شايفين كده، والحباية بتاعته طويلة. هو بيكون غالي شوية، يعني بيكون الكيلو بتاعه عامل 65 جنيه، بس اهم حاجة تجيبي الحباية الطويلة، ما تجيبيش الحباية القصيرة عشان هتلاقيه في الاخر شبه اللسان عصفور كده. هوريكم دلوقتي احنا هنعمله مع بعض ازاي. بعد ما الزيت سخن معايا هنزل كده ببصلاية متوسطة متقطعة كده قطع صغيرة، هبدأ كده اشوح فيها في الزيت
زي ما انتوا شايفين. بس انا هدبلها، بس مش عاوزاها تاخد لون. اول ما البصلايه دبلت معايا زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ انزل بقى بالتوابل بتاعتي. بالنسبة للتوابل اللي انا استخدمتها، استخدمت معلقة صغيرة من الكركم وورق لورا ولومي وقرنفل، واستخدمت فصين بس من الحبهان ومرق الدجاج، واستخدمت برضو معلقة صغيرة من البابريكا. هنزل بقى بيهم كلهم كده يتشوحوا كويس قوي مع البصلايه، يا دوب بس الريحه بتاعه البهارات تطلع علشان ما يتحرقوش، يعني ما نطولش عليهم، تقليبه كده والتانية وخلاص. بعد كده بقى هجيب الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين، انا غسلته كويس قوي، يعني غسلته حوالي 4-5 مرات زي ما انتوا شايفين لحد ما لونه فتح خالص معايا وبقت المية بتاعته رايقة. انا مش بنقع الرز البسمتي، انا مش بنقعه، انا بغسله بس كويس قوي لحد لما يبقى لونه فاتح زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اديله تشويحة كده مع التوابل والبهارات والبصل زي ما انتوا شايفين، ينشف بس زي ما بنعمل الرز العادي بالظبط. بعد كده هبدأ انزل بالملح زي ما انتوا شايفين وهقلبه كويس قوي. وبعد كده بقى هنزل بالمية السخنة، لازم المية تكون مغلية. بالنسبة بقى لعيار المية اللي انا هحطه، انا هحط للكوبايتين دول كوبايتين من الرز، هبدأ احط عليهم 3 كوبايات من المية، يعني كل كوباية رز اخدت معايا 1.5 كوباية من المية، مش اكتر من كده. طبعا هو لو احتاج بعدها على حسب النوع اللي انت تستخدميه، لو احتاج هتبدأي تزوديه. بعد ما يغلي معايا زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ كده اوطي عليه النار خالص واسيبه يستوي براحته. تعالوا بقى نعمل سلطة الطحينة، احسن واجمل بكتير قوي من بتاعة المطاعم. معايا كده حوالي كوباية من الطحينة، ومعايا ملح وكمون وشطة ناعمة، هبدأ انزل بيهم كده على الطحينة. ومعايا حوالي كده فصين من الثوم المهروسين والملح طبعا، وهنزل برضو بمعلقة كبيرة من الخل وعصير ليمونة، هبدأ انزل بيهم كده كلهم. طبعا دي اسرع سلطة الطحينة ممكن تعمليها. هبدأ انزل عليهم كده بالمية الدافية، ما تنفعش تحط مية سخنة، لو حطيتي مية سخنة هتفرول معاكي وتفك ومش هتتجمع معاكي تاني. هبدأ انزل كده عليها وهبدأ كده اقلبها كويس اوي بالمضرب زي ما انتوا شايفين، لونها هيفتح معانا وهتتقل، وهتبقى اجمل سلطة طحينة، اجمل بكتير قوي كمان من بتاعة المطاعم. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصناها، شايفين سريعة ازاي. يلا نقدم بقى الاكلة الجامدة اللي احنا عملناها دي. زي ما انتوا شايفين الرز البسمتي بيتكلم كده عن نفسه زي ما انتوا شايفين، مش لازق في بعضه ولا معجن خالص. هتعمليه احسن من بتاع المطاعم كمان، ولو جربتيه بالطريقة دي صدقيني مش هتبطلي تعمليه تاني. عملت كمان معاه كده بصل متقطع جوليان، ومعاه ورق بقدونس، ورشيت عليهم سماق، بيكون طعمه حلو قوي مع المشويات. والكفتة زي ما انتوا شايفين ما اخدتش معايا ربع ساعة في الفرن، وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. وسلطة الطحينة السريعة طبعا بتاعتنا هتعمليها مع جميع الاكلات اللي بتشوفيها. شايفين الكفتة طرية ومفرغة من جوه ومتماسكة جدا زي ما انتوا شايفين، حاجة كده ما شاء الله. يلا بقى اعملي لهم الاكله الجميله دي، دوقيهم بقى الكفته مع سلطه الطحينه والرز البسمتي، وان شاء الله هتدعي لي، وهستنى رايكم في الكومنتات. بس اهم حاجه تعملوا لايك للفيديو، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد من الناس تشوفه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامه.